بيقولوا إن أخطر حاجة في الدنيا مش الأماكن المسكونة، لكن الأسرار اللي الناس اتفقت إنها ما بتتحكيش. وفي قلب الصعيد في حكاية قديمة اتدفنت من أكتر من 80 سنة، لكن لحد النهاردة كل ليلة معينة السر ده بيرجع للحياة. دي مش مجرد قصة رعب، دي حكاية الساقية الملعونة. في نجع الكوم الأحمر جنب سوهاج في ساقية خشب قديمة مكسورة من سنة 1949. كل أهل البلد بيعدوا من الشارع التاني بعد المغرب. ليه؟ عشان الساقية دي بتلف لوحدها كل ليلة 14 في الشهر. صوت زيق زيق، الصوت بيوصل لآخر بيت في النجع ويصحي العيال الصغيرة من النوم. أنا مازن طالب إعلام، جيت أصور فيلم وثائقي اسمه أساطير الصعيد. أول ما نزلت من العربية خالتي أم السعد مسكت دراعي وقالت صور الجن والعفاريت كلها يا ولدي إلا ساقية وردة، دي اللي بيدخلها ما بيطلعش تاني. مين وردة؟ قعدت على القهوة مع عم راضي الغفير وسألته. شرب بق شاي وقال بصوت واطي وردة يا ولدي كانت قمر 14 بتغني للساقية كل فجرية. اتقدم لها ابن العمدة منصور الكبير، بس هي كانت بتحب واد غلبان اسمه سالم. في ليلة ما فيهاش قمر سنة 1949 وردة اختفت. لقوا طرحتها البيضة بس على حرف بير الساقية. العمدة قال وقعت، بس محدش نزل يدور عليها، ومن يومها الساقية بقت مسكونة. العيال الصغيرة لما تلعب استغماية اللي يخسر يقولوله هتروح تبات مع وردة الليلة الأولى الساعة 12 بالظبط. الكاميرا في ايدي والترايبود، الدنيا سكوت موت، حتى صوت الصراصير اختفى. قربت 5 متر، الساقية لفت لوحدها زيق، الهوا قلب تلاجة في عز أغسطس ونفسي طالع بخار. بصيت في شاشة الكاميرا، المية في البير مش بتعكس وشي، دي عكسة واحدة واقفة ورايا، شعرها مبلول نازل على وشها، فستان أبيض لازق عليها، وراسها مايلة 90 درجة. لفيت بسرعة مفيش حد، بس في وداني سمعت همس مبلول. مازن اتأخرت عليا 80 سنة. جريت وانا سامع ورايا خطوات في مية، وبعدين ضحكة مكسورة. البيت مش امان. الساعة 3:30 الفجر، صحيت على صوت تنبيط، السقف بينقط مية ساقعة رغم اني في الدور التاني مفيش سباكة فوق. على الارض اثر رجلين صغيرة مبلولة جاية من الشباك لحد سريري. موبايلي فتح النوتس لوحده وكتب 3 سلمة، الخاتم، حفيد منصور، الليلة ليلة الوفاة. المراية مشبرة ومكتوب عليها صباع ح قاف يه. البير، الفجر أذن، خدت قلبي في ايدي ونزلت البير. الريحة عطن ورطوبة، السلالم دايبة،
عديت سلمتين، التالتة كانت مختلفة. حفرت في الطين، لقيت علبة صفيحة مصدية، جواها خاتم فضة محفور عليها ميم، زائد خصلة شعر أسود طويل، زائد ورقة مبلولة مكتوب فيها ظلموني. أول ما مسكت الخاتم البير كله اتهز، المية فارت، الساقية فوق لفت زي المجنونة، وصوت الزيق بقى صريخ نسوان. النور قطع، ومن قلب المية طلعت هي وردة، بس مش زي ما تخيلتها. فستان فرح مبلول مقطع، جلدها أبيض شفاف زي الشمع، شعرها بيتحرك في المية كأنه عايش، وعينيها يا ساتر بيرين سود ما فيهمش نني ولا أبيض. ابتسمت ابتسامة تكسر القلب، وقالت بصوت صدى: الخادم ده بتاع منصور الكبير، وقع منه وهو كملتش 80 سنة وأنا محبوسة هنا عشان رفضت أتجوز ظالم. قول للبلد حفيده عايش واسمه على اسم جده منصور. الليلة البير هيشرب تاني، الضيف الجديد تاني يوم النجع كله مقلوب. العمدة منصور اختفى، لقيوا عربيته مركونة جنب الساقية وبابها مفتوح، وعلى حرف البير جزمة واحدة بس. والغفير بيحلف انه الساعة 3 الفجر سمع صوت زغاريد طالعة من البير، وبعدها غطس بوم. من يومها والساقية بقت تغني كل ليلة، بس الغنوة فيها اسم جديد كل شوية: مازن مازن مازن. دلوقتي حالا أنا بكتب لك البوست ده، والليلة ليلة 14. الكاميرا بتاعتي بتسجل لوحدها من ساعة، سامع زيك زيك، وعلى شباكي في خربشة خفيفة طش طش، وبخار المية على الجزاز كون كلمة دورك. لو البوست ده اتقطع فجأة وما كملش، اعرفوا ان وردة خدت ضيف جديد. وبكده تنتهي الحكاية، لكن يمكن ما تكونش انتهت فعلا، لأن في بعض القصص النهاية بتكون مجرد بداية لحكاية جديدة. وحكاية وردة يمكن لسه بتتكتب مع كل واحد يسمع صوت الساقية وهي بتقول: